لا يا أخي الكريم، أفتخر بمغربيتي أولا وبعروبتي ثانيا. أين الضير إن افتخرت بعروبتي وأنا العربي ابن الأعراب؟ أيوة أنت العربي، لكن إذا أنت افتخرت بعروبتك والأمازيغ بأمازيغيته والصحراوي بصحراويته والموريسكي بموريسكيته وليش وقد أنتم أصلا المغرب ضبطوا يا أخي كلكم في الكريم، قالب واحد. يا أخي الكريم، أخي أسعد، والله العظيم أنا ليست لي أي ضغينة تجاه إخوتي الأمازيغ وأحبهم حبا كثيرا، وأنا درست في الكتاب على يد شيوخ أمازيغ، لا زلت أقبل أيديهم ورؤوسهم إلى الآن. أنا فقط كمغربي ذو أصول عربية، يعني فخور بأصولي العربية وأستمتع بأنسابها وأحسابها وتاريخها. لا يجب أن صح. يرى هذا الأمر من منظور حساس. خلاص ابقى معي أخي بديع الزمان، ابقى معي. الأخ متفائل ثم الأخ عادل الحكيم، بعدين نطلع آخرين، بس خلوني عشان ما يطلع لنا واحد يسبنا أو شيء. الأخ السلام متفائل. عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله الأخ أسعد الشرعي، وحيا الله الإخوة المتابعين. أنا بدوري أشاطرك نفس تصور أخي أسعد الشرعي. هو الأخ بديع الزمان ربما الطرح ديالو جاء في وقت حساس وهناك حساسيات، ربما لم يفهم الخطاب ديالو. إلا أننا احنا التصور ديالنا هو تصور الأمة الإسلامية تصور عام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا لحظة ربكم أخي فاعبدون. متفائل. نعم، لا إله إلا الله. هل هذا السجالات دائمة بينكم في المغرب أم أنها طارئة وجديدة مثلا؟ أخي هذه السجالات هي طارئة، ابتدأت مثلا في السبعينات في الصراع اللي كان قائم بين الشيوعيون والفكر المادي الشيوعي الإلحادي، وبين التيارات الإسلامية والدولة من جهة أخرى. هذا الصراع استمر إلى حد الآن. هؤلاء، هل الصراع عرقي أم فكري؟ أنت دخلت الآن إسلاميون وملحدون، أنا أتكلم عن عربي مازيغي، يعني عرقيات إثنيات. هو صراع أخي صراع فكري، ولا وجود للعرقية أو الخطاب العرقي لا وجود له في المغرب. 12 القرن والمغاربة متعايشون، ليس هناك فرق بين عربي أو أمازيغي أو إفريقي أو أي مكون من المكونات المغربية. انصهر الجميع طيلة 12 القرن، إلا أن عندما يدخل شميحور، وأنت تعلم من هو شميحور، عندما يدعم فئات. لا أعلم من هو شميحور. هذا من شميحور؟ شميحور أخي هو ذاك الصهيوني الذي يتربص بإقطار المسلمين ويثير النعرات ويثير المسائل الطائفية، وخصوصا أنهم يفتخرون بتمزيق وحدة السودان واليمن وغيرها من الدول، وكذلك العراق، وأنشأوا كيانا مواليا لهم في كردستان العراق. وكردستان العراق هي الآن حديقة خلفية للصهيونية. وبطبيعة الحال عندما يدخلون الغرب الإسلامي الذي كان عبر التاريخ سدا منيعا أو حصنا حصينا للإسلام والمسلمين، وصد عبر التاريخ صد الحملات الصليبية التي كانت تأتي من قبل البرتغاليين والإسبانيين والفرنسيين، فهؤلاء لا زالوا يستمرون في حربهم الحضارية على أمة الإسلام، ويستهدفون الغرب الإسلامي، يعني يستهدفون المغرب والجزائر وشمال إفريقيا عموما، لأن شمال إفريقيا تقريبا يقود على رأس على رأس الإسلام والمسلمين، وحتى الأفارقة يعني يحجون إلى المغرب ويعتبرون قبلتهم لتلقي العلوم الشرعية عبر التاريخ. طيب أنا غلق لي الميكروفون دقيقة أخي متفائل، وابقى معي أنت وبديع الزمان. أنا عملت إشارة لولد العاصمة يأتي يثرينا. شوف، قبل أن أعطي الأخ عادل الحكيم، وهو ما شاء الله عليه متحدث في هذا الجانب وضالع، هو دائما يعني يخوض في مثل هكذا سجالات. أنا لاحظت أنا في التيك توك أخيرا كذا أحيانا أمر على لقاءات أجدهم أمازيغ، الحوار أمازيغي شوية متعصب ويرى الأمازيغية هي الهوية الأصل وينكر شيء اسمه هوية دينية، وأمازيغي مسلم فخور بديني ويقول لك أنا يعني انتمائي
ديني قبل انتمائي العرقي لم أجده عربيا أمازيغيا. أنا ما وجدت عربي إلا هذا أول واحد أشوفه الآن بديع الزمان يأتي ويتكلم بنفس عربي، أول واحد. أما ما أراه أنا وما لاحظته أنه أمازيغ ينتقدون أمازيغ، هناك أمازيغي يرى أنه لا داعي لإثارة هذه الأمور، وأمازيغي يقول لك لا أنا الأصل وأنا صاحب البلاد وأنا أصل البلاد وأنا ساكن البلاد الأول، والعرب مجرد وافدون وشيء من هذا القبيل. يعني لا زال الموضوع أمازيغي أمازيغ، لم يدخل فيه العرب إلى حد الآن. أنا سؤالي الأخ عادل الحكيم، هل هذه الدعاوى هل هو اختلاف تنوع؟ هل اختلافكم هذا اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ هل ما تقومون به نقاش صحي عادي لا غبار عليه، يعني ممكن أن يحصل بين إثنيات في أي بلد ما، أم أن هذه مؤامرة على البلاد وهناك من يريد أن يمزق ليس من الأمازيغ، بمعنى يشتت أو يقسم اللحمة المغربية التي اشتهرتم بها أنكم كلمة مغرب ذوبت ما تحتها من كل الانتماءات، وكان المغربي إلى قبل أن نرى هذه يتفخر أنه مغربي. أنا ما سمعت أمازيغي يقول أنا أمازيغي ولا عربي يقول أنا عربي، الكل يقول لك أنا مغربي وفرحان بمغربيته. لماذا الآن العربي ينادي بعربيته والأمازيغي بأمازيغيته؟ الأخ عادل الحكيم. اولا تحيه مجدده اخي اسعد، تحيه حياك الله. حياك الله. مرحبا كاملين. هو شوف، انت كنت محقا في عندما ذكرت ان قالب سمغربيت داب فيه الجميع. منطق سمغربيت ليس فيه حديث بالعرق لسبب بسيط، هو ان الدوله التي ننتمي اليها هي دولة دينية مبنية على بيعة لأمير المؤمنين. الخطير في هذا النقاش هو التطرف. أنا شخصيا ضد التطرف الأمازيغي الذي يلغي وجود أو علاقة ما هو عربي بالثقافة الأمازيغية، هذا خطأ. وبنفس القدر أدين أيضا من يحاول أن يلحق المغرب بمجال جيوستراتيجي هو جزء منه، ولكن يحاول أن يلحق المغرب بثقافة العروبة